بستغرب قوي الناس اللي بترمي القهوة اللي بتتهدر ما بين تغيير من طحنة للتانية. انا مثلا من وقت ما اشتريت المكنة المكاب الايطالي وانا بطحن بيها كل الطحنات من اول الفرنش بريس لحد التركي، فطبعا ما بين كل طحنة والتانية لازم كده تنظف المطحنة من كام جرام قهوة، ومع المطاحن الكبيرة البروفيشنال بيبقى عدد الجرامات دي اكتر كمان. انا بقى ما برميش القهوة دي تماما، انا بجيب اي برطمان كده او جار قديم بتاع قهوة، وببدأ ان انا اخد القهوة دي على بعضها فيه. طبعا مش محتاج اقول لك بقى ناعم على خشن، كله على كله. وطبعا باخد ده بخلطه وبروح لمين؟ بروح للموكا بوت اللي ما بتقوليش لا، اعمل بيها بقى احلى شوت اسبريسو في اي وقت، ولا بيبقى فارق معايا ده نوع ايه. انا دلوقتي حطيت القهوه على النار ومستنيها، بس زي ما انتم شايفين عربيه سعودي جت، لان في اوردر جايلي وفي اوفرز حلوه اليومين دول، فانا هسيبها على النار وهنزل جري اخد الحاجه واطلع. طبعا زي ما انتم شايفين انا طلعت لقيت الدنيا ليلت شويه والشوت اتعمل وبهدل الدنيا. تفتكروا هقول له لا وارميه؟ والله ما برمي قهوه، حلو هيتشرب. تعالوا ندوقه كده مع بعض. جميل، حلو، بيفوق، هخلصه كله والله العظيم. والبتاعه دي دايما بتنزل في ناحيه كامله وناحيه مش كامله، انا نفسي اعرف ليه مش عارف. بس عامه تعالوا بقى ايه، بعد ما دقنا دي ناخد بقى النص التاني ده مركز قوي، نحط عليه شويه لبن. ما انا بقول لكم مش هنقول للقهوه لا، انا مش هرمي قهوه والله حرام، وفي اللي احنا فيه ده حرام اكتر يا جماعه. نشرب كده وندوق القهوه اللي بلبن دي عامله ازاي. شاي بلبن يعني ما شغاله حلوه الحمد لله. يعني واحده فيهم طلعت حلوه اللي هي غالبا الساده، وواحده فيهم طلعت اي كلام اللي هي بلبن. السلام عليكم.